السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب حبايبي، طلاب أولى إعدادي في كل حتة في مصر، مش كده أسوان، طلاب يوسف البدري وبس. النهارده مستر جايين بشرح درس يا مستر الصفات الوراثية والطفرات. طبعا يا مستر لازم تكون اتفرجت على مراجعة الوحدة التانية وعرفت بقى إن شاء الله تحل في الامتحان بتاع شهر مارس كده وتظبط دنيتك. معرفش الفيديو هينزل امتى بالظبط، بس إن شاء الله تكون ظبطت دنيتك وعرفت تحل كويس إن شاء الله. يلا ابدأ معايا الدرس. نبدأ يا مستر. عندنا الدرس بيقول لي الصفات الوراثية والطفرات. بيقول لي في عندنا صفات وراثيه اللي هي بتكون مكتسبه. تمام يا مستر، زي ايه مثلا؟ قال لي دي بتكون عن طريق ايه؟ قال لي بتكون عن طريق من العمليات الحيويه زي التكاثر والتغذيه والتنفس. قال لي تتكاثر الكائنات الحيه لتنتج افراد جديده تشبه الاباء. قال لي يعني انا دلوقتي انا هو مستر يوسف، لما اجي اخلف عيل هيبقى شبهي. ليه يا مستر؟ مش هيبقى شبهي مش شرط في الشكل، بس في الصفات بتاعتي. تمام؟ يعني انت دلوقتي شبه ابوك وانت شبه والدتك. فاهمين حاجه؟ قال لي علم الوراثه ايه بقى هو مستر علم الوراثه؟ قلت له علم الوراثه هو العلم الذي يدرس انتقال الصفات الوراثيه من الاباء الى الابناء. راجع معايا، علم الوراثه ايه هو؟ العلم الذي يدرس الانتقال الصفات من الاباء الى الابناء. ايه هو مستر؟ العلم الذي يدرس الانتقال الصفات من الاباء الى الابناء. بدأ لي كده مستر وقال لي تنقسم الصفات السلوكيه والسلوكيات الكائن الحي الى 3 حاجات. قال لي صفات وراثيه، وصفات غير أزيرة، وصفات مكتسبه. قال لي زي ايه الصفات الوراثيه يا مستر؟ يعني دلوقتي مثلا احنا عندنا الزرافه دي طويله. طب ليه يا مستر طويله؟ قال لي ده صفات وراثيه اهو. تمام؟ قال لي تنتقل بعض الصفات الوراثيه من الاباء للابناء دون تعلم وتسمى بالصفه الوراثيه. يعني انا مش شرط ان انا اتعلمها عشان اكون اتقنتها وكده. تمام؟ وعشان شرط تكون فيا، لا، هي بتطلع كده عاديه. زي مثلا بشرتك، ناس مثلا عايشين في الصومال وناس عايشين في السودان، ليه بشرتهم سودة؟ وراثيه. زي مثلا عندنا طول الرقبه بتاعت الزرافات ولون الجلد بتاعهم وطول الساق. الصفات دي صفات وراثيه من جيل لاخر ولا تكتسبها او تتعلم. قال لي زي ايه الصفات الوراثيه مثلا؟ وايه هي الصفات الوراثيه؟ قلت له الصفات الوراثيه صفات تنتقل من الاباء الى الابناء دون تعلم وتتوارث من جيل الى جيل اخر. قال لي ايه هي مستر الصفات الوراثيه؟ صفات تنتقل من الاباء الى الابناء دون تعلم، وايه مستر؟ وتتوارث من جيل الى جيل اخر. يعني ايه مستر الصفات الوراثيه؟ صفات تنتقل من الاباء للابناء وايه؟ دون تعلم وتتوارث من جيل الى جيل اخر. كان ندخل على مثلا الامثله بتاعت الصفات الوراثيه، زي مثلا لون العيون. في عندنا ناس عينيها لونها خضراء، تلاقي في عيالهم لونها اخضر. ليه يا مستر؟ هو صفات وراثيه عندهم كده. في مثلا عندي الاشواك التي تغطي جسم الانفد جسم كله شوك. ليه يا مستر كله شوك؟ هو صفه وراثيه عنده كده. في عندي بعد كده صح مثلا لما تروح السودان تلاقي البنت شعرها مكعبل كده او مجعد. ليه مثلا شعرها مجعد؟ صفات وراثيه، مش هنتدخل احنا مالنا. في عندي بعد كده صفات على السلوكيات الغريزيه او الغريزه. احنا دلوقتي يا مستر تلاقي العصفوره بتبني العش بتاعها. طب ليه يا مستر بتبني العش؟ عشان تحط في البيت. طب ليه تحط في البيت؟ عشان تفقس وكده. تمام؟ قال لي تقوم الطيور ببناء الاعشاشها وتهاجر بعض الطيور الى عام، كل عام من المكان الى مكان اخر، وتنتقل هذه السلوكيات من الاباء الى الابناء. تمام؟ دون تعلم. يعني دلوقتي الصفات السلوكيه دي ما بتعلمهاش. تمام؟ الصفات السلوكيه ما بتعلمهاش، وهي الصفات الوراثيه. ركز معايا، الصفات اللي ما بتعلمهاش صفات سلوكيه غريزيه، هي والصفات السلوكيه، هي والصفات الوراثيه.
يعني ايه السلوكيات الغريزيه او الغريزه؟ قال لي هي سلوكيات ومهارات تنتقل من الاباء الى الابناء دون تعلم. قال لي اذكر بعض الامثله على الصفات السلوكيه الغريزيه. قلت له زي ايه يا مستر؟ قال لي زي نسيج العنكبوت. العنكبوت ده بيفرز البتاع ده بتاعه ليه؟ عشان يحمي نفسه. قال لي هجرة الطيور. ليه هجرة الطيور يا مستر؟ برضو عشان تستقر. فاهمين حاجة؟ في عندي بقى صفات مكتسبة. الصفات دي أنا بتعلمها، تمام؟ زي إيه مثلا؟ زي اللغة. أنت بتتكلم عربي، غيرك بيتكلم أجنبي، غيرك بيتكلم هندي. طب ليه يا مستر؟ دي لغة بتتورث، تمام؟ قال لي بعض الصفات مثل لعب الكرة وتحدث اللغات دي بتبقى من الصفات المكتسبة. التي يتم اكتسابها من بيئة ولا تنتقل من الآباء إلى الأبناء وتسمى بالصفات المكتسبة. قال لي إيه الصفات المكتسبة؟ قال لي صفات لا تنتقل من الآباء إلى الأبناء ولكنها يتم اكتسابها عن طريق البيئة المحيطة بالتعلم أو التدريب. بالتعلم أو التدريب، بالتعلم ولا التدريب، تمام؟ تعالى يا مستر، في عندنا 3 صفات. إيه هو؟ في عندنا صفات وراثية، في عندنا غريزة، وفي عندنا مكتسبة. قال لي دول الاتنين ما بينتقلوش عن طريق التعلم، بينتقلوا كده لوحدهم مش عن طريق التعلم. اما دي يا مستر عن طريق تعلم. قال لي اذكر بعض الامثله على الصفات المكتسبه. قلت له زي تعلم الطفل المشي. شاف ابوه وامه بيمشوا، تمام؟ فبدا واحده واحده يحبي، بدا يقوم، بدا يقع، لغايه لما ما بعرف يمشي. قال لي مكان ندخل على حاجه تانية اسمها الكروموزومات والانتقال الصفات الوراثيه. قال لي تنتقل الصفات الوراثيه من الاباء للابناء عن طريق الماده الوراثيه. الماده الوراثيه دي موجوده فينا مستر في الكروموزومات. قال لي تظهر الكروموزومات او الماده الوراثيه دي على شكل اجسام خيطيه الشكل، وتوجد في السيتوبلازم الخليه ونواه الخليه. قال لي امتى تكون في السيتوبلازم يا مستر؟ قلت له في السيتوبلازم لما تكون وحيده الخليه زي البكتيريا. اما امتى مستر تكون حقيقيه؟ قلت له يا مستر لما تكون في اجسام الكائنات الحيه زي ايه؟ زي الانسان والنبات وكده يعني. قال لي عرف لي الكروموزومات. قلت له الكروموزومات هي اجسام خيطيه الشكل مسؤوله عن انتقال الصفات الوراثيه من الاباء الى الابناء. هي اجسام خيطيه الشكل مسؤوله عن ايه يا مستر؟ مسؤوله عن انتقال الصفات الوراثيه من الاباء للابناء. دلوقتي في عندنا تجربه كده مهمه. معمل عملي، اكتب لك كل اللغات، مفيش حل تاني. قال لي فصل الكروموزومات الموجوده في خليه الكائن الحي. دلوقتي احنا عندنا مثلا الفراوله. هجيب فراوله وهجيب نص كوب ميه ورقه ترشيح قهوه واكياس بلاستيك، الادوات بتاعتنا لو تديها لك حفظ، خلي بالك في المعمل. قال لي اول حاجه هشيل الورق بتاع الفراوله. بعد كده مستر هنعمل ايه؟ قال لي حطها تحت كيس بلاستيك وهرسها. بعد كده هحضر محلول فصل ايه؟ الكروموزومات. ده هيكون منظف في الاطباق وملح مع ميه في كوب بلاستيك. يعني دلوقتي هحط معلقه ملح، احط معلقتين منظف في اطباق. البريل، عارف البريل؟ بس هو ده. حط الاتنين يا باشا على بعض وكده يكون خلاص عادي هيشتغل معانا.
حط يا باشا المحلول، اروح اهرسها تاني، بعد كده اجيب ورقه ترشيح ارشحها، كده اجيب كحول ايثيلي، اشوف عدة ثواني تلاقي بص عملت بقى ايه، في ايه، شايف الاجسام الخيطيه دي الكروموسومات. قال لي ملاحظه يا مستر، قلت له ملاحظه تكون خيوط بيضاء على سطح الريش تسمى الكروموسومات، والتي يمكن فصلها بخلة الأسنان. قال لي يعني ممكن أطلعها كده عن طريق خلة الأسنان. يمكن استنتاج فصل الكروموسومات اللي موجود في خلايا ثمار الفراولة. قال لي تركيب الكروموسومات، ركز معايا كده عشان الطريقة اللي أنا هقولها لك دي مفيش حد يعرف يشرحها لك غيري، تمام؟ قال لي إيه هي يا مستر؟ قال لي إحنا دلوقتي عندنا كروموسوم، تمام؟ قال لي الحته اللي في النص دي يا مستر بنسميها ايه؟ بنسميها سنترومير. تمام؟ قال لي طب دي الحته دي كده، الجزء اللي متصل بالسنترومير ده بنسميه ايه يا مستر؟ قال لي بنسميه كروماتيد. تمام. قال لي طب الكروموسوم ده موجود فين يا مستر؟ قال لي موجود في خلايا الكائنات الحية. تمام يا مستر. قال لي السنترومير نقطة مركزية وتصل عندها الكروماتيدات كروموسومات. قال لي تركيب الكيميائي للكروموسومات، قال لي الكروموسومات تركيبها الكيميائي تركب من حمض نووي يسمى الدي ان ايه، ملتف حوله نوع من البروتينات يسمى الهيتسونات. قال لي ايه هو الهيتسونات؟ قلت له يا مستر نوع من البروتينات يلتف حولها الاحماض النوويه اللي هو الدي ان ايه. تمام؟ نوع البروتين يجي لك سؤال س، ما نوع البروتين؟ تقول له الهيتسونات. تمام يا مستر. امسح معايا كده. امسح. قال لي يتكون الحمض النووي الدي ان ايه من اجزاء صغيره تسمى الجينات. قال لي تتكون الجينات دي بقى من ايه يا مستر؟ من وحدات بنائيه صغيره جدا تسمى النيوكليوتيدات. نيوكليوتيدات على هيئه شريطين ملتفين حول بعضهم البعض، ويسمى الشريطين باللب المزدوج. تمام؟ تعال رجع معايا. الحته اللي في النص دي اسمها ايه؟ سنترومير. قال لي طب الحته دي كده يا مستر اسمها ايه؟ كروماتيد. قال لي نوع البروتين اللي موجود فيه هيتسونات، نوع البروتين هيتسونات. قال لي الجينات ايه هي يا مستر؟ قال لي اجزاء من الاحماض النوويه اللي هو الدي ان ايه الموجوده على الكروموسومات، ايوه المسؤوله عن اظهار الصفات الوراثيه للكائنات الحيه. قال لي مستر، قال لي الكروموسومات تتكون من حمض نووي اللي هو الدي ان ايه، والدي ان ايه ده بيتكون من جينات، والجينات دي تتكون من نيوكليوتيدات وتوجد على هيئه لب المزدوج. قال لي يتفق افراد النوع الواحد في عدد الكروموسومات. قال لي زي مستر يعني انا دلوقتي بني ادم وانت بني ادم وهو بني ادم، كلنا بني ادمين، عندنا 46 كروموسوم، تمام؟ متفقين في عددهم. تمام يا مستر. يعني دلوقتي قال لي عندي الانسان عنده 46 كروموسوم، والنحل عنده 32 كروموسوم، ونبات الذرة ده عنده 20. تمام؟ قال لي مين المعلم بقى اللي كان مسؤول عن الصفات الوراثيه معلم، ومين كان بيعمل لنا بقى الكلام ده؟ المعلم مندل اخونا محترم، كان قاعدنا على القهوه من يومين.
وانا اللي خليته حط الجزئيه في المنهج، جزئيه سهله وبسيطه. قال لي اولا الجينات والطفرات. قال لي دور الجينات في اظهار الصفات الوراثيه. يعني مثلا لما تيجي واحد تقول لواحد انتقم من جينات ابوك، انتقم من جينات امك، انتقم من جينات عمتك كده يعني. قال لي تنتقل الصفات الوراثيه من الاباء الى الابناء عن طريق الجينات، حيث يرث الفرد نصف جيناته الوراثيه من الاب والنصف الاخر من الام. يعني انا دلوقتي برث نص جيناتي من امي ونص جيناتي من ابويا. يعني الذكاء باخده من مين؟ باخده من امي، والطول والكلام من ده باخده من ابويا كده. قال لي كيف تؤدي الجينات وظيفتها؟ قال لي ازاي بتعمل الجينات وظيفتها؟ قال لي عن طريق عمل إظهار الصفة الوراثية وإطلاق عليها فردية. عن طريق إطلاق الصفة الوراثية وإطلاق عليها فردية. جين أو إنزيم. قال لي الجين الواحد يتحول لإنزيم واحد. فردية جين واحد إنزيم واحد. قال لي كل جين ينتج إنزيما خاصا. كل جين واحد بينتج إنزيم. كل جين بينتج إنزيم. هذا الإنزيم مسؤول عن حدوث تفاعل كيميائي. قال لي يؤدي هذا التفاعل الكيميائي إلى تكوين البروتين. إيه كان نوع البروتين اللي موجود في الكروموسومات؟ قول لي يا باشا يلا. اسمه إيه؟ هكسونات. شاطر. قال لي الذي يظهر الصفة الوراثية محددة. قال لي الجين ينتج إنزيما مسؤولا عن حدوث التفاعلات الكيميائية ينتج عنه بروتين يعمل على ظهور الصفة الوراثية المحددة. علل. تختلف الجينات الموجودة في الكروموسومات الواحدة بسبب اختلاف ترتيب النيوكليوتيدات الموجودة على الحمض النووي. قال لي يعني هو اللي بيختلف المستر بسبب عدم ترتيب البتاع ده النيوكليوتيدات. قال لي ما النتائج المترتبة على اختلاف الجينات الموجودة في الكروموسومات؟ قلت له يؤدي اختلاف الصفة الوراثية المسؤولة عنها كل جين. قال لي ثانيا الطفرات. قال لي ايه هي الطفرات؟ قال لي عندما يحدث تغير في ترتيب النيوكليوتيدات المكونة للجين يؤدي إلى تغير في طبيعة الجين. يعني دلوقتي لو غيرت ترتيب النيوكليوتيدات هيتغير إيه يا مستر؟ طبيعة الجين. قال لي تتغير الصفة الوراثية المسؤولة عنها في هذا الجين وتظهر الصفة الجديدة فيما يعرف باسم الطفرات. قال لي أو الزميل أوف طفرات. إيه هي الطفرات يا مستر؟ قلت له يا مستر تغير في طبيعة الجين ويؤدي إلى تغير الصفة الوراثية المسؤولة عنها وظهور صفة جديدة لم تكن موجودة من قبل. قال لي اذكر أمثلة على الطفرات. قلت له تلاقي في ناس صحابنا مولودين ب6 صوابع، دي طفرة. تلاقي بقرة توزن 500 طن، زي بقرة كبيرة شبهك كده اللي بتتفرج عليا، شبهك كده ومذاكر كويس. لا بقرة ضخمة. طب يا مستر ده سوي ايه؟ جين. قال لي علل. ولادة بعض الأطفال بكف تعمل 6 صوابع. قلت له بسبب حدوث تغير في طبيعة الجين المسؤول عن عدد الأصابع في نتيجة ترتيب النيوكليوتيدات المكونة له. قال لي أنواع الطفرات. قال لي في عندي طفرات تلقائية طبيعية وفي عندي طفرات مستحدثة. قال لي ايه هي الطفرات التلقائية الطبيعية؟ قلت له الطفرات التي تحدث بشكل طبيعي دون تدخل الإنسان. طفرات التي تحدث بشكل طبيعي دون تدخل الإنسان. يعني مثلا ايه؟ ولادة أم سوداء البشرة لابن هو الألبينو، اللي هو الألبينو. تمام؟ ودلوقتي في عندنا الطفرات التي تحدث
تدخل الإنسان. زي مثلا مستر إنتاج دجاجة بلا ريش في المناطق الحارة لتوفير الطاقة الكهربية المستخدمة في تكييف المزارع. احنا دلوقتي بيخلوا الفراخ دي تولد من غير شعر، متخيلين؟ ليه يا مستر؟ بسبب الطاقة الكهربية. قال لي تأثير الطفرات. قال لي في عندي أنواع، ممكن الطفرات دي تكون ضارة، ممكن تكون نافعة، ممكن تؤدي إلى الوفاة. قال لي أنواع الطفرات يا مستر حسب تأثيرها. قال لي في طفرات ضارة، في طفرات مميتة، وفي عندي طفرات مفيدة. ايه يا مستر الطفرات الضارة؟ قلت له الطفرات الضارة دي طفرات تحدث بشكل طبيعي دون تدخل الإنسان، طفرات تحدث بشكل طبيعي دون تدخل الإنسان ويكون لها تأثيرا ضارا. زي مثلا تشوه وجاك العمود الفقري. دلوقتي في ناس أعزكم الله، ربنا يعافينا ويعافيكم، يعني تحس إن في عندها تشوه في العمود الفقري، عندها عوجاج كفيم، تحس إنها ماشية كده. ده مستر بسبب إن هي عندها طفرة ضارة، تحس الناس دي ما بتعرفش تتحرك. في عندي بقى طفرات مميتة. زي الطفرات المميتة مستر اللي هي بتاعت ضمور العضلات، عزنا عزكم الله، دي بتكون موجودة بشكل كبير عند الأطفال حديث الولادة. في عندي الطفرات المفيدة تحدث بشكل طبيعي أو نتيجة تدخل الإنسان ويكون لها تأثيرا مفيدا كالتالي. قال لي زي مثلا قال لي تغير لون البشرة لتناسب مع البيئة. يعني مثلا دلوقتي أنت وليكن واقف في الشمس، هتسمر ولا مش هتسمر؟ هتحمر. بعد ما تحمر هتلاقي وشك اسود. اللي هي مستر عشان تتكيف مع البيئة بتاعتك، عشان يكون وجه كده خشن يعرف يستحمل درجة الشمس القاسية دي. قال لي الأشخاص الذين يعودون في البلدان يكون لهم في البلاد الباردة يكون لهم بشرتها فاتحة. ليه يا مستر؟ مما يساعد على امتصاص فيتامين د. يعني دلوقتي في الأماكن الباردة، الأماكن دي يا مستر بيكون موجود فيها الأشخاص بشرتهم فاتحة. ليه؟ عشان يمتصوا فيتامين د. قال لي طفرات مفيدة تحدث في تدخل الإنسان زي المستحدثات. قال لي إنتاج ثمار بدون بذور زي الليمون. إنتاج ثمار بدون بذور، سبحان الله. وإنتاج نبات قمح لا يصاب من مرض صدأ القمح. شايفين المرض ده؟ المرض ده اسمه صدأ القمح. قال لي التكامل مع العلوم والزراعة. قال لي ابتكر المزارعون تقنية زراعية جديدة يتم فيها وضع بعض الثمار في قوالب لها أشكال معينة أثناء نمو النبات، مما يجعلها هذه الثمار تأخذ شكل القالب. وهذه تقنية لا تعتبر طفرة. البطيخة بتاعت اليابان اهي، ده تقنية وليس طفرة. في عندي بعد كده تطبيقات حياتية. طفرة تحمل سكر الجلوكوز. قال لي تعد طفرة سكر اللاكتوز قصدي سوري تعد طفرة تحمل سكر اللاكتوز من أمثلة الطفرات الطبيعية في الإنسان، مثل تحول سكر اللاكتوز الموجود في اللبن ومنتجات الجبنة والزبادي إلى سكريات أبسط يسهل امتصاصها بالجسم. وبعض الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل سكر اللاكتوز يشعرون عند شرب اللبن أو تناوله أو بمعنى مضغ أو غثيان ناس كده يعني. تمام؟ وبكده خلصنا درس النهارده. اشوفكم في درس جديد ان شاء الله. متنساش تصلي على النبي. روح ذاكر يا حبيب قلبي، وهل واجب كده لو في حاجه وقفت معاك ابعت لي اكيد، يعني مش هبخليك بحاجه. بس اشوفكم بكل خير، وكان الله يسر عليه. مع السلامه.